الحوار عنوان دعت من خلاله منظمة وداد الحقوقية ممثلين عن بعض الأحزاب والمنظمات وشخصيات وطنية ودينية ومثقفين ليجتمعوا يوم الخميس المصادف 20 من شهر تشرين الثاني في مركز زلال الثقافي الكردي بمدينة درباسية. ومن خلال هذا الاجتماع الذي يديره رئيس منظمة داد الكردية لحقوق الإنسان محمد خليل، يتحاور المجتمعون حول أهمية الحوار وكيفية تطبيقه بين المذاهب المختلفة في المنطقة. موضوع الحوار، موضوع التسامح، موضوع تقبل الآخر، موضوع الإعلام وتأثيره على المجتمع ودوره في تطوير المجتمع، موضوع منظمات المجتمع المدني، موضوع دور المرأة والوقوف على العنف. هذا المشروع بيدخل بهالإطار هذا. طبعا بالنسبة للمشروع يعني لا ينفذ بالدرباسية فقط، طبعا درباسية ينفذها المنظمة الكردية لحقوق الإنسان داد، بتنفذ في عدة مدن أخرى مثل سريكانية، العامودة، قامشلو، وديريك، المالكية. نفس المواضيع. بعد تنفيذ هذه الجلسات أو اللقاءات راح يكون في لقاءات مشتركة بين المنظمات لحتى تناقش المحاور التي تمت مناقشتها في المشروع والاتصال بأفكار ورؤى واستراتيجيات للمنطقة للوصول إلى أهداف المشروع، هو العيش المشترك بين المكونات بالمنطقة الذات الغربية الكردية. القاصة والكاتبة وزنة حامد تحث عن أهمية هكذا اجتماعات. والله أنا حسب ما التمسته بهذا الحوار موجودين، الكل كان مرتاح بهذا الحوار، والكل كان يعني يشكي همومه أو يشكي هموم طائفته أو قوميته. إذا استمر هكذا حوارات، لو احنا خرجنا من هذا الاجتماع وببيوتنا وبالشارع وبالمدارس الجلسات العامة، لو احنا مثل ما اقتنعنا داخل الحوار هل ننقل هالقناعات للخارج، أكيد راح يكون مفيد وبدنا نستفيد منه. الأستاذ حميد منصور يبدي برأيه حول هذا الاجتماع بوجوده كمكون عربي. أنا برأيي أنه الفكرة الأساسية أنه اللي عجبتني أنا بالنسبة لي شخصيا أنه الكل كان مجمع أنه نرتقي لمستوى الحوار. شو الطريقة أو شو الوسائل اللي بدنا نتبعها ما تناقشنا فيها، بس المهم الكل أجمع على مبدأ الحوار. أنا دائما متفائل. شكسبير يقول لا حياة مع اليأس، وطريق نحن نقول طريق ال1000 ميل يبدأ بخطوة. ونحن كنا نحكي بالاجتماع أنه كل واحد منا إذا ما كان صادق مع ذاته ويبدأ من ذاته ما فينا نجيب نتيجة. اجتماع الحوار سيدوم كل شهر ولمدة 6 أشهر، هادفا إلى السلام والتحابب بين أبناء المنطقة. فهل يا ترى بنتائج إيجابية لهذا الحوار أكانت مباشرة أم غير مباشرة؟ من مركز زلال لإذاعة دنجي زلال، حسين ديركي.